شابتر 2 هيتكلم على الهاردوير والسوفت وير كمبادئ كمفاهيم. طيب تعال نشوف بقى الموضوع ده بيتكلم ازاي. اول حاجه لازم اعرف يعني ايه الفهم بتاع الكمبيوتر او اساس الكمبيوتر او ازاي بيشتغل الكمبيوتر. قال لي لازم تعرف ان العلاقه ما بين الهاردوير والسوفت وير ماشيه ازاي. طيب اول حاجه اللي هي السوفت وير. طيب يعني ايه سوفت وير؟ قال لي السوفت وير ديت هو البرامج او التعليمات اللي بتكتبها، بس الهاردوير بقى شغال ايه؟ مكونات ماديه اللي هي كبروسيسور فين، كسي بي يو، كباور سبلاي، الاماكن. طيب يبقى السوفت وير هو الايه؟ هو التطبيقات بتاعتي او البرامج الابليكيشن اللي موجوده على الديسك توب او اللي متسطبه على الجهاز. بس الهارد وير هي الايه؟ المكونات الاساسيه اللي موجوده قدامي، اللي ممسوكه، الكيسه، الشاشه، الكيبورد، الماوس، وهكذا. ده كده هاردوير. طيب نروح لنقطة اللي هي الكمبيوتر بروسيسور. طيب البروسيسور ده اللي هو المعالج. المعالج هو الجزء اللي بينفذ التعليمات اللي بنطلبها من الكمبيوتر. أنا كيوزر قاعد على الجهاز بطلب من الكمبيوتر مثلا اللي هو يفتح الملف ده، ياخد كوبي من الملف ده، يحركه، يعمل موف، يعمل كات، يعمل أي حاجة. فأنا بدي الأوامر للكمبيوتر، الكمبيوتر بيفهم عن طريق مين؟ المعالج اللي هو البروسيسور. هو مصنوع بإيه بقى المعالج ده؟ قال لي مصنوع من سيليكون. تمام. طيب شريحة من السيليكون بتسمى الشيب أو المايكرو شيب. يعتبر طبعا البروسيسور ده هو القلب النابض لجهاز الكمبيوتر. تمام. إيه؟ علشان بيتحكم في العمليات الحسابية والمنطقية وتشغيل البرامج. طيب ايه تاني؟ قال لي اللي جوه بقى البروسيسور ده فيه كذا حاجة، يعني مفيش حاجة اسمها بروسيسور بس، لا، جوه البروسيسور في حاجات تانية. اللي هي ايه؟ القلب بتاع المعالج ده، اللي هي الارثمتك لوجيك يونت مثلا، اللي هي اختصارها الاي ال يو. طيب اللي هي بتعمل ايه؟ قال لي اللي هي بتعمل عمليات حسابية زي الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، عمليات اللوجيك اللي هي الاند والاور والنوت، دي كلها بيعملها ايه؟ حاجه واحده اسمها الاي ال يو، ارثمتك لوجيك يونت. في حاجه تانية اسمها الاف بي يو، دي شبه الاي ال يو تمام، بس وظيفتها مختلفه شويه. ازاي؟ اللي بتستخدم في التعامل مع الاعداد العشريه اللي هي الفلوتنج بوينت. فلوتنج بوينت يعني اعداد عشريه. والكسر اللي هي ازاي الكسر كده، زي النص، الربع، 3.1، 4.7، وهكذا. ده ما في بوينت يبقى دي اعداد عشريه. هنا في مقارنة سريعة ما بين ال ALU وال FPU. هنا بيقول لي ال ALU أول حاجة contain electronic circuit، يعني بتحتوي على شوية برامج إلكترونية بتعمل إيه؟ بتعمل perform binary arithmetic، اللي هي بتعمل الحسابات اللي أنت عايزها، زي جمع، الطرح، الضرب، القسمة، وهكذا. تمام. تاني حاجة بيقول لي contain circuit to perform logical operation، بيبقى جواها برضو circuit، دوائر بتعمل لي logical operation زي الأند والأور والنوت. تمام، بتاعت شابتر واحد. طيب نروح للاف بي يو. قال لي دي هي ايه بقى؟ قال لي هو الكومن بارت اوف موست مودرن بروسيسور، هو الجزء الشائع في كل البروسيسورات الحديثه، يعني حاجه موجوده جديده. طيب زي ايه بقى؟ يقول لي الفانكشن بتاعتها سيميلر تو اي ال يو، شبه الاي ال يو، بس هي مختلفه شويه. ليه؟ لانها شغاله على الفلوتنج بوينت نمبر، الاعداد العشريه او الكسور فقط. نروح لنقطة تانية اللي هي الريجستر والكاش ميموري. يبقى أنا كده إيه بعمل إيه؟ بخزن الداتا. الريجستر بيستخدم عشان أخزن الداتا. الكاش ميموري اللي بتبقى جنب البروسيسور على طول، عشان لو طلب بيانات بتديها له على طول، فبتبقى سريعة. تمام كده؟ طيب المين ميموري. نروح للمين ميموري اللي هي الذاكرة الرئيسية، هي المكان اللي بيتم فيه تخزين البرامج والبيانات أثناء التشغيل. طيب عندما لما احنا نيجي نشغل البرنامج، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بيتم تحميل البرنامج ده في المين ميموري، ويبدا البروسيسور بتاعي تنفيذ التعليمات من هناك. منين؟ من الميموري. طيب في شويه حاجات برضو لازم نفهمها. كلمه وورد، وورد دي يعني ايه؟ وورد اللي هي حجمها عاده 32 بت او 64 بت. طيب يستخدم في ايه؟ تخزين البيانات. طيب يبقى الوورد ديت فيكسد سايز، السايز بتاعها 32 او 64 بت. طيب الريجستر بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الريجستر هي ذاكره بس صغيره. ريجستر يعني هي بتستخدم في التخزين بيانات بس ذاكرة صغيرة، بس هي سريعة جدا. وظيفتها ايه بقى؟ تخزين البيانات او التعليمات قبل ما تستخدمها الاي ال يو او الاف بي يو اللي موجودة جوه البروسيسور. علشان ايه؟ علشان تعتبر اسرع مكان تخزين للبيانات داخل المعالج، قريبة من المعالج. تمام. يعني احنا لو مسحت كده ورسمت لك مثلا ايه رسمة بسيطة اللي هي السي بي يو، السي بي يو اللي هو المعالج بتاعك، بيبقى حواليه هنا اجزاء كده فيها تخزين بيانات. جايبينها منين؟ من المين ميموري. تمام كده، جايبينها من المين ميموري.
طيب الحاجات دي كلها جبنا الداتا كلها جايبينها من المين ميموري، متخزنه هنا. السي بي يو شغال على تنفيذ، لما يحتاج بيانات يلاقيها هنا ياخدها من هنا يبقى سريعه. طب لو مش موجوده هنا يروح هناك للمين ميموري ياخدها ويرجعها، تبقى بطيئه. فالموضوع ده يبطئ عمليه التنفيذ. سريعه موجوده برضو جوه الايه السي بي يو. تمام، ووظيفتها برضو تخزين بيانات وتعليمات. وبيقول لي بقى اللي هي بيحتمل ان يستخدمها المعالج قريب، حتى لا يضطر للرجوع للايه للرام اللي هي البطيئه. يبقى الكاش بيبقى عامل ازاي؟ اديك مثال صغير. انت دلوقتي دخلت على الكمبيوتر، دخلت على جوجل، وبعدين كتبت جوه جوجل ايه؟ كتبت اليوتيوب. ايه اللي بيحصل لما اضغط انتر؟ اللي بيحصل لما انا دخلت كتبت اليوتيوب، البروسيسور بتاعي بياخد اليو ار ال ده يروح يدور في المين ميموري ويرجع تاني يفتح لي اليوتيوب. خد قد ايه؟ خد 5 ثواني. 5 سكند، 5 ثواني. طب ايه اللي بيحصل بقى لما افتح اليوتيوب؟ اليو ار ال بتاع اليوتيوب بيتخزن فين؟ في الكاش ميموري اللي هي جوه البروسيسور دي. ليه بقى؟ لان انا لو رجعت تاني كتبت يوتيوب في نفس الوقت، كتبت يوتيوب، تمام، هيروح جوه يدور جوه البروسيسور في الكاش ميموري يلاقيها، يرجع يفتحها لي. يفتحها في قد ايه بقى؟ في 1 ثانيه، 1 سكند. تخيل بقى، ما كانتش موجوده في الكاش ميموري فراح جابها من المين ميموري فتحها في 5 ثواني، بس دلوقتي موجوده في الكاش ميموري فتحها في ثانيه واحده. بداية الكاش ميموري بيبقى قريبه، قلنا قريبه من السي بي يو، بس اللي فيه ليفلات، ليفل واحد واثنين وثلاثه. طيب ليفل واحد بتبقى قريبه قوي من البروسيسور، طيب وبس صغيره في الحجم في المساحه. طب الليفل 2 بعيده شويه عن البروسيسور بس كبيره في الحجم. 3 بعيده اكتر عن البروسيسور بس كبيره اكبر في الحجم. تمام، يبقى ليفل واحد دوت هو الاسرع لانه قريب للبروسيسور. هنا ليفل 2 هو سريع بس ابطأ من ايه؟ من ليفل 1. تمام كده. الهدف منه بستخدمها علشان يخزن الداتا اللي انت متعود تخش. انت متعود تخش على اليوتيوب فبيخزن اليوتيوب، متعود تخش على الفيسبوك يخزن الفيسبوك، وهكذا، علشان لما ترجع تفتحه تاني يفتح بسرعة، ما يحملش كتير زي ما حمل في اول مرة. نيجي على انواع للريجستر. طيب دي اهم انواع للريجسترات. قلنا الريجسترات دي كانت بتعمل ايه؟ ريجستر. كنا بنعمل ايه بقى في الريجستر؟ بنخزن بيانات، تمام، بس حجمها كان قليل. طيب حلو قوي. قال لي اول واحد معايا الريجستر اكيوميليتور. طيب الاكيوميليتور ده بيقول لي هو يسجل او موجود جوه الاي ال يو، بيتم فيه تنفيذ العمليات الحسابيه مباشره. يبقى الاكيوميليتور ده هو موجود جوه الاي ال يو، تمام، وبينفذ العمليات الحسابيه، بيعمل كالكوليشن تيك بليس. العمليات الحسابيه بتحدث جواه. مثلا اللي هو مثلا لو انت عندك عمليه جمع بتتحفظ في مؤقت، تمام. طيب نروح لنقطه تانية، الستيتس ريجستر او الفلاج ريجستر. يعني الحاله بتاعت العمليه بتاعتي او الفلاج بتاع العمليه بتاعتي، ايه اللي بيحصل؟ هنا بيقول لي بيحفظ المعلومات عن نتيجه اخر عمليه. طيب زي ايه؟ زي مثلا لو الناتج صفر، تلاقي الفلاج طلع لي ايه؟ اللي هو زيرو فلاج مكون من كذا فلاج. الزيرو فلاج مثلا لو الناتج بصفر يقوم جاي ينور، تمام. طيب لو كان في كاري يبقى تلاقي الكاري فلاج يقوم جاي هو منور. ليه؟ الناتج فيه كاري، الناتج صفر، تمام. طيب الادرس فلاج وهكذا بيحفظ العنوان، تمام. الادرس فلاج اللي هو رقم 3 بقى بيعمل ايه؟ بيحتفظ بعنوان التعليمه التاليه التي يقوم المعالج بتنفيذها. يبقى يعني انت دلوقتي شغال في رقم واحد، سطر واحد. طيب اللي بيحصل ايه بقى في الادرس ريجستر ده؟ بيقول لي بيحفظ بعنوان التعليمه اللي جاي على الدور اللي هيقوم المعالج بتنفيذها. يعني انت شغال في رقم واحد، طيب رقم اتنين موجوده فين؟ موجوده في الادرس ريجستر. تمام كده. داتا ريجستر من اسمها كده، من اسمها بخزن البيانات بشكل مؤقت اثناء انتقالها من ايه بقى؟ من الميموري للاي ال يو، او من الاي ال يو للميموري. انا باخد حاجات من الميموري او بحط حاجات في الميموري. طيب زي ما قلنا كده إن جوه المعالج او البروسيسور بتاعي بيبقى فيه اجزاء كتيره بتعمل او شغاله مع بعض، تمام، اثناء تنفيذ البرامج دي. اهم اجزاء بقى هي ايه؟ اهم اجزاء هي وحده التحكم بتاعتي اللي هي الكنترول يونت، تمام. طيب الكنترول يونت ده مسؤول عن ايه؟ بيقول لي هو الجزء المسؤول عن تنظيم حركه البيانات والتعليمات داخل البروسيسور بتاعي، تمام. طيب إيه؟ يعني وظيفته ارسال اشارات كهربائيه بتبقى اسمها ايه؟ كنترول سيجنال، تمام كده، اسمها كنترول سيجنال. وبتتحكم في انتقال البيانات من الريجستر مثلا للاي ال يو للميموري وهكذا. يعني ببساطه كده الكنترول يونت هو اللي بيدير عمليه المعالج خطوه بخطوه. طيب نروح لنقطه تانية اللي هي ايه؟ اللي هي مالتي كور بروسيسور.
يعني هو بروسيسور او معالج بيحتوي على اكتر من نواه. مالتي كور يعني متعدد النواه، تمام، داخل نفس الشريحه. طيب اللي هو مثال زي ايه؟ قال لي مثلا زي لما انت تبقى عامل ايه، دول كور، تمام، اللي هو مثلا زي موبايل بشريحتين كده. طيب ممكن برضو الكواد كور، بدل ما هي تبقى كور واحد، ادي كور واحد اتنين تلاته اربعه، لا تبقى كواد اربعه مره واحده. طب الفايده هنا ايه بقى؟ بيقول لي هنا ممكن اقسم البرنامج بتاعي الى مهام صغيره تعمل في نفس الوقت. يعني تشتغل في نفس الوقت. انا عندي برنامج كبير، البرنامج ده مثلا 1 كيلو بايت، طيب يعني كبير. طيب انا دلوقتي البروسيسور بتاعي شغال مثلا وليكن 64 بت فقط. طيب يعمل ايه بقى؟ يقول لي مثلا انا هقسم نفسي 4 خانات البروسيسور بتاعه، عشان اشتغل جزء هنا واحد، واشتغل جزء اتنين وتلاتة واربعة، علشان ما اشتغلش في جزء واحد ويقعد مثلا ساعتين تلاتة. لا، انا ممكن اشتغل على 4 اجزاء يشتغلوا في نفس الوقت، وخلص فين؟ في 15 دقيقة فقط. العملية اللي قلت عليها ديت اسمها ايه؟ اسمها الثريدنج. الثريدنج، تمام، هي دي العمليه اللي انا كنت بتكلم فيها، مكتوبه انا بالاصفر فمش باينه قوي. طيب نروح للمين ميموري. المين ميموري، تمام، اللي هي الرام، هي ذاكره رئيسيه في الكمبيوتر. خصائصها ايه بقى؟ لما انت بتتكلم على المين ميموري اللي هي الرام بالظبط، تمام، رام راندوم اكسس ميموري، هي المين ميموري ديت اللي هي الذاكره الرئيسيه بتاعتي. خصائصها اللي البيانات، تمام، ممكن تطير لو هي ايه، فولاتايل. يعني في انواع فولاتايل ميموري. طيب فولاتايل يعني ايه بقى؟ يعني البيانات اللي انت شغال عليها دلوقتي، شغال على برنامج معين، شغال بتحط داتا معينه، لو انت فصلت الكمبيوتر مره واحده، قطعت الكمبيوتر وشغلته تاني، البيانات دي راحت فين؟ اتبخرت. فولاتايل يعني بيتبخر. موقع موجود ليه ايه؟ ليه عنوان مميز ليه، مفيش عنوان بيحمل موقعين، لا، وكل عنوان في الميموري، تمام. الميموري بتاعتي هرسمها دلوقتي مثلا. ادي هنا الميموري، عامله كده مثلا متقسمه الى ايه؟ الى بارتيشن، بارتيشنات كده، تمام. كل بارتيشن فيها مثلا ليه عنوان، وليكن هنا 0 1، هنا 1 1، هنا 3 وحايد، هنا 4 اصفار، تمام. يبقى كل خانه ليها عنوان. طب كل جوه عنوان فيه داتا، تمام. هنا مثلا حرف الايه، هنا بي، هنا علم مصر، هنا علم السعوديه، وهكذا، تمام. يبقى كل خانه ليها عنوان مميز ليها وجواها الداتا بتاعتها. البص يعني ايه؟ قال لي هو مجموعه من الاسلاك اللي بتربط مكونات الكمبيوتر ببعضها. زي ايه؟ زي الاي ال يو مثلا، البروسيسور مربوط بالمين ميموري، مربوط مثلا بالاستورج، مربوط مثلا بالماوس، مربوط بحاجه تانية رابعه خمسه. يبقى اي سلك طالع داخل في مكونات، تمام كده، اسمه بص يعني اسلاك كهربائيه اللي بتربط الدنيا ببعضها جوه الكمبيوتر. انواع الباص بقى في 3 انواع، قال لي كنترول باص وادرس باص وداتا باص. طب نمسك واحد واحد كده. الكنترول باص الاولاني ده، قال لي انت بتعمل ايه بقى؟ قال لي انا بنقل الاشارات التحكم ما بين السي بي يو اللي هو المعالج والميموري بتاعي اللي هي الذاكره، تمام. طيب الادرس باص هنا بيكلمني، بيقول لي انا بنقل عناوين مواقع الذاكره اللي السي بي يو بيبقى عايزها او عايز يوصل لها. يعني من اسمها كده ادرس باص يعني بينقل عناوين. طيب داتا باص برضو نفس الكلام من اسمها كده، بينقل بيانات نفسها برضو من المعالج للذاكره لأي أجهزة أخرى مع معاه برضه. اسمها الكلوك. كلوك يعني إيه؟ يعني ساعة. طيب قال لي بقى كل كمبيوتر فيه ساعة للمعالج بتاعه عشان ترسل نبضات كهربائية منتظمة، تبين لي إن المعالج بتاعي شغال منتظم، كل فترة بيعمل حاجة، تمام كده. طيب النبضات دي بتعمل إيه بقى؟ قال لي بتنظم عمل الدوائر جوه المعالج عشان كل عملية تمشي بالتوقيت الصحيح اللي المعالج راسمها لنفسه. طيب يعني مش ساعة زي التوقيت بتاعنا، لا ده توقيت بالنسبة للكمبيوتر ماشي عليه علشان ينفذ التعليمات. زي ما احنا مثلا بنروح الصبح مثلا بدري الساعة 7 الشغل، نمشي مثلا الساعة 3، فأنا كده ظابط نفسي في المعدل ده. بفطر مثلا قبل الشغل، بتغدى بعد الشغل، برضه ظابط نفسي على المواعيد دي، تمام. بنام الساعة 10 بالليل، يبقى بنام في ميعاد معين. نفس الكلام بالنسبة للكمبيوتر. الكمبيوتر واخد إمكانياته وصفاته كلها من العقل البشري أو الإنسان البشري. نروح لنقطة جديدة اسمها الاوبريتنج سيستم. يعني ايه بقى؟ يعني نظام التشغيل. ايه بقى برضو؟ قال لي ده البرنامج المسؤول عن إدارة كل موارد الكمبيوتر. الاوبريتنج سيستم زي اللي بيطلع قدامك او بيظهر قدامك. يعني الكمبيوتر هنا بيبقى موجود في حتة، والانسان اليوزر المستخدم موجود في حتة، اللي بيربط ما بينهم الاثنين هو الاوبريتنج سيستم، تمام. يبقى الاوبريتنج سيستم ده هو اللي بيربط ما بين الكمبيوتر وما بين اليوزر او المستخدم.
وظيفته هنا اللي هو واجهة بيتعامل معاها المستخدم علشان يوصل للإمكانيات بتاعة الكمبيوتر. زي إيه بقى؟ زي ما قدامك هنا الويندوز أو الأي أو إس الأندرويد. تمام، الحاجات دي كلها هي اللي بتنفذ الموضوع ده. بيعمل برضه مانجمنت لكذا برنامج، اللي هو في مانجمنت اوف مالتيبل بروجرام، اللي هو تشغيل اكتر من برنامج في نفس الوقت. ما عنديش اي مشكله. في برضه مانجمنت للميموري، اللي انا بعمل تنظيم استخدام الميموري بتاعتي بين البرامج. ممكن اعمل برضه كوردينيت اند كنترول اوف كويس، هي التحكم في الاجهزه الخارجيه زي الطبعه، الماوس، وهكذا. نروح للسكندري ميموري، اللي هي ايه؟ قال لي دي ذاكره بتخزن دائم. اه، يعني مش زي الرام المين ميموري كان بتخزن ايه؟ بتخزن ايه؟ لو الكهرباء فصلت كله هيطير. طيب يبقى السكندري ميموري ده هو ذاكره برضو بس تخزين دائم، ما لا تفقد البيانات عند اطفاء الجهاز وتشغيله مره اخرى. طيب زي ايه بقى؟ زي مثلا اليو اس بي. جربت قبل كده اليو اس بي؟ تمام. فلاشه، فلاشة بحطها، هنقل صور، فيديوهات، أي حاجة وأشيلها. تمام. بعدين أحطها تاني ألاقي نفس الحاجات موجودة. تمام، زي اليو اس بي اللي هي الفلاش ميموري، زي الهارد ديسك اللي موجود جوه الجهاز اللي بحفظ عليه الحاجة بتاعتي، زي الاس اس دي. تمام. هنا هنروح لنقطة تانية اللي هي الميموري هيراركي. هيراركي يعني هرمي، شكل هرمي. طيب بالنسبة لإيه؟ قال لي أنا عايز أرتب الميموري بتاعي حسب السرعة والتكلفة، يعني سرعة وتكلفة فقط. طيب لو بصينا هنا، ادي هنا الهرم او الشكل الهرمي. طيب الاسرع والاغلى هي بيبقى فين؟ طب والابطأ والارخص بيبقى فين؟ طيب تعالى نبص مع بعض. قال لي الاسرع والاغلى بيبقى فوق الهاي سبيد. تمام، هاي سبيد مع هاي كوست، سريع جدا فغالي جدا. طيب اللو مع اللو كوست، يعني الرخيص مع اقل سرعه او البطيء. طيب الريجستر طبعا هي في الخانه الاولى. طيب اللي بعدها الكاش ميموري، بعدها المين ميموري اللي هي الرامات، بعدها الاخيره السكندري ميموري اللي هي اقل حاجه خالص. الاسمبلي لانجوج يعني ايه بقى؟ قال لي ديت لغه برمجه قريبه جدا من لغه الاله، بتستخدم كلمات رمزيه بدل الارقام. طيب انا عندي دلوقتي قلنا ان الكمبيوتر شغال بلغه معينه اسمها لغه الزيرو والون. تمام كده، اللي هي الباينري سيستم، صح كده؟ طيب وانا قلت الناس البروجرامر اللي زي حالاتي مثلا شغالين ايه؟ هاي ليفل لانجوج، اللي هي لغات البرمجه الكبيره او العاليه، زي السي شارب او السي. تمام، او البي اتش بي وهكذا. في لغات برمجه كتير جدا. طيب الوسيط ما بينهم، ما بين الهاي ليفل لانجوج اللغه بتاعت البروجرامرز، واللغه بتاعت الاله اللي هي الماشين لانجوج اللي هي لغه الزيرو والون، ده كده الكمبيوتر. طيب في حاجه بقى ميديوم كده في النص اسمها ايه؟ لو ليفل لانجوج. تمام، 3 ال 3 ال دول اللي هي ايه بقى؟ هي ديت اللغه اللي اسمها اسمبلي لانجوج. اسمبلي تمام، هي لغه برمجه عاديه جدا ما بين الهاي واللغه الاله الماشين لانجوج. تمام، بتستخدم كلمات رمزيه بدل الارقام. طيب وبعدين قال لي مثلا زي الامثله اللي قدامي دي، بتعمل عامله ازاي بقى دي؟ لو عملنا زوم هنا، قال لي موف ار 3 كوما كذا، ستارت كذا كذا. تمام، نعمل لود، نعمل اد، نعمل صب، نعمل اي حاجه. هي عامله زي الاوامر بس بشكل بسيط. فدي اللغه طب الاسمبلر بيعمل ايه؟ بياخد اللغه بتاع او الاكواد بتاعت الاسمبل لانجوج دي، يحولها الى الماشين لانجوج. يعني بياخد دي تمام وينزلها تحت، يخليها ايه؟ صفر وواحد، يخلي الاوامر دي كلها هي صفار ووحيد. تمام كده. انا جاب لي السيره بتاعت الهاي ليفل بروجرامنج لانجوج اللي هي الاتش ال ال. الهاي ليفل لانجوج اللي هي ايه بقى؟ قال لي هي لغه برمجه قريبه من لغه الانسان بقى، زي الايه الاسمبلر قريبه من لغه الاله. هنا لغه البرمجه الهاي قريبه من لغه الانسان، وسهله في الفهم والكتابه. طيب كل تعليمة فيها بتتحول إلى إعادة تعليمات في لغة الآلة. زي إيه؟ زي مثلا قلنا اللغات هنا ممكن زي بايثون، زي جافا سكريبت، جافا، سي بلس بلس، سماك تولك، سكراتش، وهكذا. طب الحاجات دي كلها بتروح فين؟ بتتحول في الآخر إلى صفر وواحد. تمام، عشان الكمبيوتر يفهمها. طيب هنا بيقول لي مقارنة ما بين الكومبايلر والانتربريتر. هنا الكومبايلر بيعمل إيه والانتربريتر ده يعني إيه؟ هنا بيقول لي الكومبايلر وظيفته بيترجم البرنامج كامل مرة واحدة إلى إيه؟ إلى الماشين لانجوج، إلى الصفر والواحد. طيب والانتربريتر ايه تاني؟ قال لي مثلا بعد الترجمه بيتم تشغيل البرنامج مباشره. وكمان امثله للغات بتستخدم الكومبايلر ده، زي مثلا السي والسي بلس بلس والفيجوال بيزك وهكذا. تمام. طيب نروح للانتربريتر. الانتربريتر هو إيه؟ بيكلمني على ايه؟
بيترجم التعليمات واحده واحده اثناء التشغيل. يبقى الكومبايلر كان بيترجمه كل مره واحده، هنا هيمشي واحده واحده، هيترجم برضو التعليمات دي بس هيبقى ماشي واحده واحده اثناء الايه التشغيل. طيب لغات بتبقى مستخدمه الانتربريتر زي مثلا الجافا سكريبت، تمام، البيرل، البيزك، تمام كده. طيب هنا بيقول لي ايه ادفانتج وديس ادفانتج للانتربريتر لانجوج، يعني مميزات وعيوب الايه الانتربريتر. قال لي الميزه انه لا يحتاج اعاده ترجمه البرنامج كامل بعد كل تعديل. طيب العيب بتاعه ايه بقى؟ قال لي ابطا في التنفيذ لان الترجمه بتحدث كل مره عند تشغيل، كل ما تشغل يقعد يترجم، كل ما تشغل يقعد يعمل ايه تحميل. نروح لنقطه الفيرتواليزيشن. فيرتشواليزيشن بقى اللي هي اللي عامله زي النظريه كده، اللي هو بيتكلم بيقول لي التشغيل الكمبيوتر بتاعي بيبقى افتراضي. يعني فيرتشوال يعني افتراضي، فيرتشوال يعني افتراضي، عالم افتراضي. طيب ايه الافتراض بقى في الموضوع ده؟ قال لي انا بشغل الكمبيوتر بتاعي افتراضيا داخل كمبيوتر حقيقي باستخدام برنامج، يعني باستخدام برنامج اسمه فيرتشواليزيشن. يبقى بشغل برنامج كده افتراضي جوه الكمبيوتر الحقيقي بتاعي. طيب مثال على ايه؟ مثال على الفيرتشوال ماشين، كنا بنسمع الموضوع ده عشان اشغل نظام تشغيل اخر، تمام، جوه النظام بتاعي. طيب نروح لنقطة تانية اسمها الكلاود كومبيوتنج، اللي هي ايه بقى؟ قال لي استخدام السيرفر على الانترنت بدل الكمبيوتر الشخصي عشان اخزن او ايه اعالج. يبقى الكلاود انا بستخدم حاجة من الكلاود، تمام، يبقى استخدم سيرفرات على الانترنت بديل للكمبيوتر، بديل اللي انا احفظ الحاجه في الكمبيوتر، لا انا احفظها على سيرفرات على الانترنت، تمام. طيب انا ايه بعتمد على الموضوع ده على ايه؟ على الفيرتشوال ماشين، تمام، على سيرفرات بعيده مش على الكمبيوترات القريبه مني، مش على الميموري بتاعي، تمام. طيب بيبقى موجود برضو الهايبر فايزور، اللي هي ايه؟ قال لي برنامج كده بيعمل شغال كوسيط بين الهاردوير الحقيقي، تمام، وانظمه التشغيل الافتراضيه اللي هي الجست اوبريتنج سيستم، تمام. وادي هنا ايه؟ صوره بتدل على الموضوع ده. ادي هنا قال لي انا عندك الهاردوير، ادي الهاردوير بتاعي، وادي هنا الهوست اوبريتنج سيستم، وادي هنا الارب هايبر فايزر بيروح لايه؟ فيرتشوال ماشين 1، فيرتشوال ماشين 2 و3 و4 وهكذا. يبقى دي كده الداتا بتاعتي، ودي كده الداتا بتاعتي اترفعت على اجزاء تانية بعيده، سيرفرات بعيده عندي على الانترنت، تمام. ما اتخزنتش على ايه؟ على الهاردوير عندي، لا اتخزنت على الانترنت، تمام. زي مثلا الدرايف، جوجل درايف، برفع ملفات عليها على النت وبعمل شير لللينك، الناس بقى اللي بعيده او صحابي او حبايبي ببعت لهم لينك مثلا للملفات دي، يفتح هو من عندهم على طول، احنا كلنا متصلين بالانترنت.